ازيكم يا شباب اولى ثانوي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنسمرايز مع بعض، هنلخص تاني حصه احنا نزلناها على الويب سايت بتاعنا علشان افكرك بالمين بارتس. بدانا نتكلم عن الووتر والكيميكال ستراكشر بتاع الووتر، يعني التركيب الكيميائي. طبعا انت عارف ان الووتر H2O، يعني 2H مقابل 1O. يبقى هو لو سالك في الاول ايه الريشيو بتاعه الووتر هتقول له 2H مقابل 1O، يبقى 2 ل 1. طيب لو جيت سألتك كمان الأكسجين بيمثل قد إيه من الوزن أو الماس بتاع الووتر مولكيول، والله الووتر مولكيول equal 18 جرام بير مول. لو أنا هحسب الأكسجين نسبته قد إيه، أنا عارف إن هي 16. طب لو أنا عايزة النسبة هلاقيها 88.89%، أو لو أنا عايزة أحسب كمان التو هيدروجين وزنهم قد إيه من المولكيول بتاعي هلاقيهم 11.11% برضه. طيب كلنا عارفين ان الانجل اللي ما بين ال H وال H الثانيه بتكون 104. هو في ايه؟ ثانيه واحده اجيب الريموت بسرعه. بتكون 104.5 ديجري. يعني ايه؟ يعني الانجل ما بين الووتر مولكيولز، ما بين الهيدروجين والهيدروجين، بتكون 104.5 ديجري. طيب كنا بنقول برضو او بنتكلم على حاجه مهمه جدا اسمها الالكترونيجاتيفيتي، واتفقنا ان المفروض ان الاكسجين بيبقى واقف في النص وحاطط الكترون هنا وحاطط الكترون هنا، والتو هيدروجين كل واحد فيهم برضو حاطط الكترون، وكنا بنعمل شيرنج للالكترون. كان الاكسجين بتاعي بيعمل شير مع الهيدروجين دي ب1 الكترون، وهي بتحط 1 الكترون وبيكونوا سنجل كوفالنت بوند. نفس الكلام الاكسجين اللي هنا بيعمل شيرنج ل1 الكترون وهي بتعمل 1 الكترون شيرنج ل1 الكترون وتكون سنجل كوفالنت بوند. يبقى كان الاكسجين بيمسك مع 2 هيدروجين ب2 سنجل كوفالنت بوند. لو سالك التوتال بتاع عدد الالكترونز اللي الاكسجين بيشارك بيه، هنا 1 وهنا 1، يبقى 2 الكترون. طب كل هيدروجين شاركت بكام الكترون؟ 1 الكترون. بعد كده اتكلمنا ان الالكترونيجاتيفيتي بتاعت الاكسجين بتكون اعلى 3.5، فاتفقنا ان الاكسجين بيشد الالكترونز ناحيته، ووقتها بنقول ان هو partial negative، يعني كانه عمل جيننج للالكترونز. والهيدروجينز الالكترونز بتبعد عنها شويه، فبنقول ان هي كانها عملت لوز للالكترونز، فبنقول partial positive. يبقى الاكسجين partial negative والهيدروجينز partial positive. طيب بعد كده وجدنا ان الاكسجين ده بيبدا يعمل بوندنج مع الهيدروجين بتاعه المولكيول اللي جنبه. يعني انا لو عندي مولكيول تاني كده جنب الووتر، اكسجين تاني بارشال نيجاتيف، وعندي هنا هيدروجين بارشال بوزيتيف، وعندي هنا برضو هيدروجين بارشال بوزيتيف، وجدنا ان الوان مولكيول اوف الووتر بيمسك مع المولكيول اللي جنبه عشان نبدا نكون نقطه الميه. بنبدا نمسك الهيدروجين البوزيتيف ده يمسك مع الاكسجين النيجاتيف بتاعه المولكيول التاني. فكنت بهزر معاكم واقول لكم ان الاكسجين شبه الرجاله. ليه؟ الاكسجين بيبقى مرتبط باثنين، اتش بوزيتيف واتش بوزيتيف. طب البوند بتاعتهم اسمها ايه؟ البوند دي والبوند دي اسمها ايه؟ اسمها سنجل كوفالنت بوند. طب ما دام الاكسجين زي الراجل، هل هيكتفي بالتو هيدروجين اللي ماسكهم؟ لا، يبص بره فنلاقي الاكسجين عمل بوند تانية مع الهيدروجين مش بتاعته، بتاعت المولكيول اللي جنبه. طب البوند دي بتتكون اسمها ايه يا دكتور؟ اسمها هيدروجين بوند. واتفقنا ان الهيدروجين بوند ديت موجوده عند الووتر، وعلشان كده البويلنج بوينت بتاعت الووتر 100 سيليزيوس، لكن الهيدروجين بوند دي مش بلاقيها في المولكيول اللي هو الهيدروجين سلفايد. لذلك الهيدروجين سلفايد البويلنج بتاعته قليله جدا، نيجاتيف 61 سيليزيوس. طيب بعد كده اتكلمنا عن الووتر هيدروليسيس. يعني ايه ووتر هيدروليسيس؟ يعني ان انا باخد اي سولت وابدا ادوبه في الميه، وايه تاثير الووتر على السولت ده. طيب فاخدنا، هديك مثال واحد بس من اللي احنا خدناهم، مثلا الصوديوم كلورايد. والله الصوديوم كلورايد يا دكتور بلاقيه في الووتر حصل له ايونايزيشن وبقى Na بوزيتيف Cl نيجاتيف. والووتر اصلا بطبيعتها الووتر دي بولر. يعني ايه مرموره بولر؟ يعني فيها جزء بوزيتيف وبرده فيها الاو اتش نيجاتيف اللي هو الهيدروكسيل ايون.
طيب ايه اللي هيحصل؟ هيحصل حب وانجذاب. الجزء البوزيتيف هينجذب للجزء النيجاتيف، فهيبدأ يكون NaOH، والجزء النيجاتيف هيبدأ والجزء النيجاتيف هيبدأ يمسك مع الجزء البوزيتيف ويبدأ يكون HCl. حضرتك المفروض بعد ما هتطلع الاسيد والبيز دول هتشوف عندك في الكتاب او هتشوف عندك في المكان اللي انت ذاكرت منه الملزمه بتاعتنا في صفحه 8، او تكون انت حافظ لو امتحانك مش اوبن بوك ان ده سترونج بيز وان ال HCl اللي هو الهيدروكلوريك اسيد ده سترونج اسيد. طب انا عندي حاجه سترونج اسيد وسترونج بيز، مين هيمشي كلامه؟ الاثنين اقوياء يا مرموره، يبقى ولا الاسيد هيكسب ولا البيز هيكسب، يبقى السوليوشن هيبقى نيوترال. ووقتها كان عندي حاجه اسمها البي اتش سكيل، كانت البي اتش ده او البي اتش ميتر لو قاس من 0 ل 7 ده معناها ان السوليوشن اسيدك، ولو قاس من 7 ل 14 ده معناها ان السوليوشن بيزك، ولو قاس السوليوشن ولقى البي اتش 7 يبقى ده معناه ان السوليوشن نيوترال. طب هنا الحاله دي السوليوشن ايه؟ السوليوشن نيوترال، يبقى البي اتش ايكوال 7. اعيد لك تاني ايه اللي حصل. المفروض في 2 سولتس تانيين شرحناهم في السيشن الاساسيه واتفقنا بيحصل لهم ازاي هيدروليسيس. احكي لك ايه اللي حصل هنا. كان معايا الصوديوم كلورايد، هتبدا تقسم جزء بوزيتيف وجزء نيجاتيف، الجزء البوزيتيف هو اللي بيتكتب في الاول. طب معايا جزء بوزيتيف وجزء نيجاتيف، وانت عارف ان الووتر فيها جزء بوزيتيف وجزء نيجاتيف، خد الجزء البوزيتيف بتاع السولت مع الجزء النيجاتيف بتاع الووتر هيكون NaOH ده سترونج بيز، وخد الجزء الCl النيجاتيف بتاع السولت مسكه مع الجزء البوزيتيف بتاع الووتر هيعمل HCl ده سترونج اسيد. طب السترونج اسيد هيبقى قوي زيه زي السترونج بيز، يبقى البي اتش بتاعتك نيوترال، يعني البي اتش ايكوال 7. وبعد كده برضو كان عندنا الجدول بتاعنا اللي قعدنا نحفظ فيه الميه بتاعت البحر، البي اتش بتاعتها 7.5 ل 8.4 او الفريش ووتر من 6.5 ل 8.4، يعني تقريبا اسيدك وبيزك ونيوترال. اكتب هنا زودها بيزك. بعد كده عندي الديستلد ووتر اللي هي الميه المقطره زي الميه المعدنيه، البي اتش بتاعتها نيوترال 7. بعد كده عندي الاندر جراوند ووتر قال لك فاريبل، في منها نيوترال وفي منها بيزك بسبب ان عندها الكالسيوم كربونات والمغنيسيوم كربونات بيخلوها بيزك او نيوترال. وفي الاخر عندي الكلاودز اللي هي من 4.5 ل 5، يعني الكلاودز السحب بتاعتنا بتبقى اسيدك. وده الجدول بتاع الويك اسيد والويك بيز والسترونج اسيد والسترونج بيز اللي انا قلت لك تذاكره. وبكده نكون لخصنا تاني سيشن عندنا. ذاكروا كويس. المفروض ان احنا نزلنا لحضرتك كمان ورشه الورك شوب بتاعتنا على الدرس الاولاني بنحل فيها اكتر من 70 او 80 سؤال. ذاكروا كويس ومنتظره الملخص بتاعكم بتاع تاني درس، وانتظرونا بقى في تالت درس. وخلوا بالكم عشان الدنيا بتجري وبنجهز لامتحان الشهر والكلام ده كله. اشوفكم على خير المره الجايه، وافتكروا دايما مع البايو ديفا البيولوجي سهله مش مخيفه. بيولوجي والانتجريتد ساينس سهله مش مخيفه. يلا باي باي، اشوفكم على خير.